بعيدا عن ان المنوفيه منجبه الرجال وصانعه الابطال، والمقوله اللي حصلت اليومين اللي فاتوا في الفيديو الشهير بين شخصين، وبيطلع يقول انت فلاح من المنوفيه. بعيدا بقى عن كلمه فلاح، هو الفلاح ده رمز من رموز مصر، رمز لمصر، رمز للصمود، رمز للعمل، رمز للاجتهاد، رمز للجد، والكل اصله فلاح. بعيدا عن كده، الكارثه في ايه بقى؟ في اللفظ اللي اتقال بعد: انت فلاح من المنوفيه يا ابن كذا. اللي قال كده للاسف ومقدم بلاغات والى اخره، بيهين امهات مصر كلهم، مش امهات المنوفيه بس. يعني مش عايز الناس تمسك في المنوفيه، مش نحولها لقبائل وعشائر ونقسم المحافظات. هي مصر واحده بكل محافظاتها، هي مصرنا الغاليه. ولكن للاسف الشديد لما تهين امهات مصر كلها، من ضمنهم والدتك، لما انت تطلع تسب والمفروض انت قدوه، المفروض بتراجع نفسك وبتراجع اخلاقياتك. لان للاسف الشديد اللي بيحصل من مسؤول او بيحصل من اي حد لا يقبل من الشعب المصري، حتى لو كان رئيس لهيئه الامم المتحده.